هنعمل مع بعض النهاردة فرخة بالكامل مشوية، هتطلع جوسي وبتجنن حرفيا، طعمها تحفة. هنعملها بالكامل على البوتاجاز من فوق، مش هدخلها الفرن غير اخر 5 دقايق تاخد معايا لون محترم. وكمان ممكن ما ندخلهاش الفرن وهقولكوا هنعمل فيها ايه. يعني انت لو صاحية كده مكسلة ومش عايزة فرهدة المطبخ وعايزة حاجة سريعة كده ومن غير مواعين كتير، يبقى مفيش قدامك غير الوصفة القمر دي. يلا بينا نبدأ. عندي هنا فرخة غسلها كويس جدا، ودي بصلة كبيرة مفرومة ناعم في الكبة، هحط عليها ملح وفلفل وهدعكهم كويس بإيدي. هاخد كده من البصل وادعك بيه جسم الفرخة، ده بينقل الطعم في حتة تانية خالص. في حد ممكن يقولي الخطوة دي يا نرمين مش مهمة تدخلي في التتبيلة على طول، هقولك لأ، الخطوة دي في الشوي بتنقل الطعم في حتة تانية خالص، بتديها الطعم الشوي كده اللي احنا بنشتريه من بره. كده خلاص انا غلفت جسم الفرخة كله بالكامل وغطيتها بالبصل، ومن تحت الجلد كده ما تسيبيش اي حاجة غير لما تحطي فيها من البصل بتاعنا ده. وهاخدها بقى وهنروح على النار. عندي بقى في الصينية هنزل بشوية زيت، وهنزل بالفرخة تاخد لون، هنزلها كده على الضغط وهسيبها تاخد لون حلو كده، مش هستعجل عليه، لان لو حاولت تشيليها اصلا من قبل ما تاخد لون الفرخة هتتبهدل معاكي والجلد بتاعها واللحم بتاعها هيلزق في الصينية، فسيبيها خالص ما تستعجليش عليها. وهنزل بالبهارات، معلقة ملح ومعلقتين بابريكا ومعلقتين بهارات فراخ، كل دي معالق صغيرة، ومعلقة بصل بودر وتوم بودر ورشة فلفل، نص معلقة كده. وهبدأ اقلب بقى الفراخ بتاعتي، هي خلاص كده اخدت لون. هقلبها كلها وهسيبها تاخد لون برضو من الجنب التاني، مش هستعجل عليها. خلاص هي كده كانت وصلت للمرحلة اللي انا عايزاها، هشيلها كلها من الصينية وهسيب الصينية زي ما هي، مش هغسلها ولا هعمل فيها اي حاجة. هنزل ببصلة كبيرة مقطعها جوليان، هقلب فيها كده لحد ما تاخد لون اصفر معايا. وبعدين هنزل بقى بطماطماية كبيرة مقطعاها مكعبات، وهديهم تقليبة مع بعض لحد ما احس ان الطماطم كده نزلت المية بتاعتها. وهرجع ارص الفراخ بتاعتي تاني، كله في صينية واحدة، ولا وسخنا المطبخ ولا عملنا مواعين كتير ولا اي حاجة، والطعم هيطلع خطير بجد بجد، هتعجبكم يا بنات، لازم تجربوها. خلاص رصيت الفرخة كاملة بتاعتي، هنزل بشوية مية سخنين، سخني كده شوية مية وانزلي مقدار كوبايتين او كوباية ونص، يعني نص الصينية كده. خلاص هي هنا خلاص كانت بقت جاهزة معايا واستوت 100%، احلى كمان من اللي بنسويها في الفرن، طالعة جوسي وبتجنن بتجنن بتجنن. هاخد كده من الصوص اللي تحت ده، والطماطم خلاص بقت مهرية كده وبقت شبه الصلصة، هاخدها كده ادهن بيها الفرخة وهدخلها الفرن تحت الشواية، بس يعني تقريبا بالكتير 10 دقايق على حسب اللون اللي انت عايزاه وتحبيه، وهتطلعيها تاكلي احلى فرخة مشوية في حياتك. عايزة بقى تقدميها مع رز اصفر برز بسماتي، عيش وطحينة، تمشي مع كله. طيب انتي قلتلنا في اول الفيديو اقدر استغنى عن الفرن، ايوه تقدري تستغني عن الفرن. هتقومي يا ست الكل قلبها على ظهرها ومهدية النار كده، تخليها اقل من الوسط، حاجة بسيطة لحد ما تتحمر معاكي وتتلسع كده، تطلع زي اللي متحمرة تحت الشواية بالظبط. خلاص انا كده طلعتها من تحت الشواية، اخدت معايا تقريبا من 5 ل10 دقايق، ما زادتش عن كده. لو وصلت بقى معايا لهنا من الفيديو، عايزاكي ما تنسينيش في لايك للفيديو واشتراك، وقولولي في الكومنتات اعمل لكم وصفات سهلة تانية ايه من غير ما نهدر مواعين كتير وتكون سهلة زي الوصفة دي. واشوفكم في وصفة جديدة على خير ان شاء الله، وبألف هنا على قلوبكم. كانت معاكي نرمين سعد من دمياط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.